السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده الفيديو بقى بتاعنا شوية يعني في شغل من التعليم. بعلم عمر يعمل صلصة المكرونة ازاي. انا مش هعمل اي حاجة، هو اللي هيعمل كل حاجة. هقول لكم بقى ليه انا بمرنه يعني. عمر طبعا كان في الاعدادية. هو يعني الحمد لله هو جايب مجموع ثانوية عامة، بس هو مش عايز ثانوية عامة خالص. ميوله شويه للسياحه وفنادق وكده، فقال لي انا هدخل سياحه وفنادق، وانا بالفعل قدمت له في سياحه وفنادق. قلت له بقول لك ايه بقى، الساعه 1 واخواته عايزين مكرونه، قلت له قوم انت بقى يا معلم اعملها، فانا هبقى معاه وافهمه يعمل ايه، وهو اللي هيعمل كل حاجه قدامكم خطوه بخطوه. يلا يا باشا اتفضل. هنبتدي الاول بالبصله. يلا بص، انت هتبتدي تقشرها منين؟ لا استنى، انت من هنا هتشيل دي. مش هتتغسل؟ لا ما بتتغسلش الا بعد ما تتقشر. هتشيل دي الاول. يلا وريني هتشيلها ازاي. ما نعمل كده على طول. لا يا بابا شيلها كده. شيل القشره بقى عادي بقى، مش محتاجه تعليم يعني. مش يعني بالراحه. انت بتشيل القشره كده بالسكينه عادي، شيلها بس ما تاكلش من البصلايه، فاهم؟ ما تهدرش منها. تمسك كده، انا بعمل كده. تشيلها كده. هي اول ما تمسك اول طرفها كده هتطلع معاك كده بسهوله، فاهم ازاي؟ اول طبقه الشاي اهي. يلا خلاص بقى، مش لازم كل ده عادي. يلا روح بقى اشطفها. لا لا دي ما بتتشالش. لا دي ما بتتشالش. عارف ليه؟ هقول لك ليه. روح اشطفها بس وتعالى. دي لو شلتها البصلايه هتتفك منك، لكن وانت بتخرطها دي ماسكه البصلايه، ما بتشيلهاش، فاهمني؟ طب لو احنا هنشتغل على كده، نتعلم على كده. حاسب بس ايديك ما تجيش للاخر. لا لسه فيها، بس محتاجين 4 فصوص توم كده يا عمر. ماشي 4 5. هو الفص صغير يعني. انت وانا بنقطع البصل التوم كده. وريني يا بابا انا بعلمك. لا 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 انت بتتخانق. انت كده بتتخانق مع فص التوم يعني خناقه. انت بتمسكها كده والسكينه اهي، بتمسك كده. بص بالراحه ازاي اهي اتقشرت اهي. ايه بقى بالراحه اهي. بص انت بتتخانق اهي. خلصت اهي من فوق اهو. ما هو انت، ما انا بعرفك كل حاجه. ما بيحرق العين؟ لا ما بيحرقش العين اهو. يلا اهم حاجه بقى اللي انا وريتها لك، انك لازم تنظف حواليك. ده الاساس. هتهيج المطبخ وتعمل حفله يبقى خلاص شكرا، مش هينفع. لازم تنظف حواليك. هنحط بقى ايه، احنا عملنا بتاع 5 6 فصوص كده، هنحطهم هنا في الهون، وتحط ده هنا في الخلاط. ماشي استنى يا بابا، استنى. انت هتحط هنا بدل هنا الهون، يبقى هات علبه الملح فين. نحط شويه ملح بقى. حط بقى شويه ملح، اضربهم بقى. يلا قصدي دقهم. يلا دق عشان ما ترطش. لا مش هيطرطش. دق بالراحه بالراحه. انا بحط ايدي كده عشان ما ينطورش برضه. ايوه بقى. شيل بقى دي، امسك كده، تشيل دي. ماشي وتقوم مقطعها كده وحاطط. يلا نحط ميه ولا هنحط ميه؟ يلا انا هجيب لك ميه دلوقتي. يلا حط. يلا تمام. بص عشان الصلصه تبقى حمرا وحلوه كده، حط معلقه كده وهي بتتضرب القوطه. ده برضو هنستخدم الصلصه ده. تمام. حط الحله بقى هنا، ولع النار. يلا بص بقى هنعمل ايه. لا انزل بقى بشويه زيت كده. لا استنى اهدى ما تنزلش مندفع، علشان انا بحط بالبركه، انت ما بتحطش بالبركه. فهتحط بتاع اقل من نص، شويه نص كوبايه يعني لحد هنا مثلا؟ ربع كوبايه. لحد هنا هتخلص لي ازازه الزيت، والزيت غالي. يلا يا بابا حط سنه كمان بقى بس. كتير. لا حلو. لا كتير. انا عارف. ننزل بالبصل. يلا انزل بسرعه. قلب بقى بالراحه. ستي ما بتعملوش كده، البصل بيبقى كبير شويه. لا انا بخرطه، بس انت عشان لسه بتتعلم فانا خليتك تبشر البصلايه.
فاهمني؟ هنعملها في النار شويه. شايف اللون ده؟ هو يلا بقى قلب بقى التومه معاه. يلا دي تدخل. اتحرقت. لا قلب، ما اتحرقتش، حلوه. قلب قلب بسرعه انزلي. بص بقى هنحط بتاع ربع كوبايه خل كده او اقل شويه من ربع كوبايه خل. ماشي. بص بقى فري دي مش موجوده عندنا مثلا. ما عندناش، مش مشكله. انا بقول لك انا بحب احط هريسه الشطه اهو. هريسه شطه. ناكل شطه الساعه 2 بالليل ولا؟ جميله. بص بقى في تاني، خدت بالك من الخطوات؟ هات الصلصه يلا. طب الصلصه ادي واحد. نحط اللي عملناها. اتنين. استنى فين اللي ضربناه؟ استنى، انت مستعجل قوي، ده انت هتبقى صعبه قوي. عايزين بقى حط لي شويه ميه في الكوبايه دي. اهدى بقى. انت عارف معلقتين الصلصه اللي انا حطيتهم في المكرونه دي هتخلي الصلصه في حته تانية. الطماطم بقى بص، حط بقى القطه يا سيدي. بص بقى، بص اهو. ايه عشان حرقتنا. طيب ايه انت ايه؟ حط الملح بقى كده، حط شويه ملح. مش بعد ما تخلص بنحط الحاجات دي؟ عادي بحط كله عادي في وقت واحد، مش مشكله. هي هتعيش بقى مع نفسها. حط شويه فلفل. حط كمون؟ لا تحطلهاش كمون دي. ماجي؟ لا ولا ماجي. صلصه المكرونه ملح وفلفل بس. ملح وفلفل ملح ومكرونه. وفلفل بس، والصلصه بقى والحاجات الجميله اللي انت حاططها. غطيها بقى وسيبها تتسبك. هنا حطيت هنا ميه وحطيت ملح جوه الميه. زي ما قلت لك معلقه ملح في الميه بتاعت المكرونه وسيبها بقى تتسلق. طيب ماشي، هنعمل مكرونه اقلام بقى. اقول لك برضو الدرجه بتاعت سليق المكرونه. لا ده انا عارفها، عارفها ازاي؟ تستوي بتبقى خلاص كده. لما كنت ببقى نايمه وتقوموا تسلقوا مكرونه بالليل. أيوة. صح، اكون عامله صلصه في الفريزر تطلعوها. بعرف انا. وتسلقوا. طب خلاص يعني مش هتكلم خالص في المكرونه. انت 100 100 عايش. ماشي. مكرونه ايه بقى؟ تقولي ان انا ما بعرفش اسلقها. وريني هطلعها ازاي بقى مظبوطه. انا مش هتكلم عن كده خالص، انا ساكته وانا بتفرج بس من بعيد. يلا. كمان انا مش هدخل خالص السليق بتاعها، حتى لو طلعتوها معجنه انت اللي هتاكلها. احنا اللي هناكلها. ايوه خفيش بقى. وهقول لك بقى الحق وبص براحتك بقى. ماشي خفيش انت، بس انا عارفه اعملها ازاي. انت عارف بتاخد سليق قد ايه؟ ربعايه. تاخد فيها؟ ربعايه تلتايه كده. لا استنى. عشان بقى الخطه بتاعت الصلصه بقى احسن ما قالت لي، عشان تاني ما تجرحوش الجرانيت ده. بس خلاص بقى نسيبها شيل المقص من على البوتاجاز عشان ما لا اول غلطه عملتها اهو. ايه؟ المكرونه لما بتتسلق ما بتتغطاش يا عشان تستوي بسرعه، احنا جعانين. لا هتفور، مش بالسوا بسرعه هتتسلق. ادي اول غلطه انت عملتها بعرفها لك. هي هتغلي دلوقتي وهتبقى تمام ان شاء الله. الصلصه قربت تستوي اهي. بس منظرها متقلبه كده وريحتها الصراحه ريحتها جميله يا عمر. ابدعت انا يا عمر في الصلصه. انا اللي ابدعت، انت ما عملتش حاجه اصلا. انت عملتها؟ ده فين ده؟ في المطبخ. في المطبخ. ماشي. سيبها بقى لحد ما تستوي، ودي كمان تستوي، وده نقلبهم بقى على بعض بس كده. خلاص الصلصه خلصت دلوقتي. يا لهوي. وسويت الصلصه، كانت لي مش عارفه اسويها، قصدي المكرونه. بس الصلصه كتير قوي، فهنشيل شويه بره، بعدين ندلق المكرونه ونقلبها بقى وناكل بقى. خلاص بقى ندلق المكرونه بقى. افتح النار. جامده، بس عشان اللي اعملها عشان طلعت حلوه كده. اصلا ما بتعرفش تعمل مكرونه. ماشي يا عم. وادي مكرونه عمر اهي، والابداع كله، فخور قوي بنفسه. انا اللي بقلبها علشان انا خايفه الصراحه اخليه يعمل الخطوه دي ويقوم جايب لي كل المكرونه على الرخامه.
بس والله العظيم حاسه ان انا يعني عامله زي بتاعتي بالظبط. برافو عليك والله يا عمر، بجد ممتاز. اللي عاملاه برضه يعتبر ما تساعد. لا بس برافو يعني انت، انا ساعدتك عشان اول مره، بس انت عملت حاجه ابداع والله العظيم، تحفه بجد. لو عجبكم الفيديو بقى اللي عملناه دوت وانا بعلم عمر، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه علشان ايه، عمر كده يتحمس ويبتدي يعمل فيديوهات، لانه بعد. يلا اسيبكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.